ضافوا الميه المغليه على الرنجه وقالوا لك هتاكليها زي المشويه. غير كده وكده عامله لكم النهارده 3 طرق مختلفه للرنجه غير الطرق التقليديه اللي احنا متعودين عليها. يلا نبدا مع بعض في فيديو النهارده. بس قبل ما نبدا في فيديو النهارده، لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. معايا رنجتين، قولوا مثلا حوالي نص كيلو وزياده شويه. طيب وانتي بتختاري الرنجه بتاعتك لازم تختاري رنجه تبقى متماسكه وماسكه نفسها كده، ما تبقاش نايمه على نفسها. هاتي بقى ايه، كوبايه كبيره من الميه المغليه جدا وضيفيها على الرنجه، وانا عملت زي ما شفت ناس كتير عملت. بس الحقيقه يا جماعه هقول لكم رايي في اخر الفيديو. ابتديت ان انا اقشر الرنجه بكل سهوله. طيب الميه المغليه هنا هتفيدني ان انا هتساعدني ان انا اقشرها بكل سهوله، والقشره هتطلع معاكي بسرعه جدا جدا. وكمان هتساعدك ان لو في نسبه ملوحه شويه في الرنجايه بتاعتك فهي هتقلل الملح شويه فيها. هتبتدي ان انت تخليها بالشكل دوت وبكل سهوله، ولا هتحتاجي بقى ليه سكينه ولا مقص، ولا هتحتاجي لاي طرق مساعده معاكي. هتبتدي بعد ما تخليها تشيلي منها الشوك خالص، علشان احنا الطرق اللي هنعملها معانا النهارده هي طرق للرنجه المخليه. بعد كده بجيب المقص بتاعنا وابتدي ان انا اقطعها لقطع مكعبات صغيرة زي ما انت شايفة معايا كده بالظبط، علشان بعد كده هنقسم الكمية اللي معانا كلها ديت ل3 كوبايات، عشان هنعمل 3 طرق مختلفة. اول طريقة معانا هي طريقة سهلة وبسيطة، وهتلاقوا ان معظم المكونات بتاعتنا متشابهة شوية مع بعضها الا بعض التركات البسيطة معايا. جبت كده ليمونتين حلوين وضفت عليهم شوية من الفلفل الالوان والسبايسي ونص خياراية بس متقطعة بالشكل ده. البصل اللي هنستخدمه النهارده هو البصل الاخضر وبرده متقطع بالشكل ده. معلقه صغيره من الخل، وكمان هتضيفي هنا الزيت، وهنضيف معلقتين كبار من الزيت، ممكن تستخدموا زيت زيتون لو عندكم. معلقه كبيره برضو من الطحينه بتدي طعم حلو قوي. وزي ما قلت لكم هنجيب كوبايه من الرنجه اللي احنا خليناها وقطعناها مع بعض، وتقلبيهم كلهم مع بعض وتعملي ميكس. ودي اول طريقه معانا، اظن الطريقه ديت احنا عارفينها ومتعودين عليها. بعد كده بتحتفظي بيها في اطباق حفظ الطعام، وممكن تسيبيها في التلاجة مدة لا تقل عن 4 ايام، مش هتقول لا. الطريقة التانية طريقة بسيطة وسهلة ومختلفة شوية. البطاطساية ديت مسلوقة بس ايه 3/4 تسوية. ضفت عليها كمان جرجير وكمان معلقة كبيرة من الخل، هضيف عليهم كمان معلقتين كبار من الزيت. والمكون اللي هيديني طعم حلو قوي هو النعناع الجاف. نعناع جاف يا نشوة مع رنجة؟ ايوه، ما انا بقول لكم بنعمل طرق مختلفة، بس جربوا ودي نفسك فرصة ان انت تجربي. هضيف عليهم كمان ليمونه تكون كبيره شويه، وكمان هضيف عليهم معلقتين كبار من المايونيز. المايونيز مع البطاطس هنا هيديني طعم حلو جدا كمان مع الجرجير ورشه النعناع اللي احنا ضفناها. كوبايه الرنجه بتاعتك الحلوه وقلبي تقلبتين، وتعتبر الطريقه ديت هي الاقرب لقلبي، لان الحقيقه كان طعمها رائع جدا. انا طبعا بعتذر لكم على صوتي، معلش عندي دور برد كده وصوتي ان شاء الله هيرجع وهنسجل فيديوهات حلوه باذن الله. تعالوا بقى نشوف الطريقه اللي معظم المطاعم بتقدمها. بتجيبي الكبه الحلوه بتاعتك وبتضيفي لها بصل اخضر وفلفل الوان وفلفل سبايسي وكمان نص خياريه صغيره، وعليهم كمان ليمون كتير. كتري كميه الليمون مع الرنجه بتدي طعم حلو قوي. وكمان هتضيفي عليهم معلقه من الطحينه ومعلقه من المايونيز، عليهم كمان معلقه كبيره شويه من الخل، وكمان هتضيفي عليهم هنا الزيت. زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا زيت زيتون بدل الزيت النباتي. طيب اضافه هنا هريسه الشطه هي اختياري، لو بتحبوا الاكلات تبقى مشطشطه شويه ضيفوها، حابين ان انتوا تاكلوها عاديه ما تضيفوش هريسه الشطه خالص. وتضيفي كوبايه الرنجه وتبتدي ان انت تضربيها لحد لما توصلي ان هي تبقى بيريه معاكي بالشكل ده. طبعا الطريقه ديت مشهوره بيها معظم المطاعم وبتقدمها طبق مش قادره اقول لكم سعره واصل لحد فين. من فوق الوش كده رشه شطه او بابريكا، شويه زيت، وهتاكلي احلى سلطه رنجه. تعالوا اقول لكم بقى في الاول انا ايه اللي ما عجبنيش في طريقه الميه على الرنجه. بصوا يا جماعه، طريقه حلوه جدا بس مش هتديكي الطعم المدخن، يعني اللي انت ايه بتجيبي الرنجايه وتقعدي تشويها ديت، لا انت مش هتاخدي الطعم ده خالص. لكن هي حلوه ان انت هتبقى سهله معاكي في تنظيف الرنجايه، هتبقى سهله معاكي في ان انت تقللي نسبه الملوحه شويه من الرنجه. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف مش محتاجه منكم غير دعوه حلوه ان شاء الله ربنا يشفيني كده ويرجع لي صوتي تاني. بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.